السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة فيديو حلو كده، يعني كام حاجة كده على قد الإيد، أو نقول في متناول الإيدين، أو نقول إن هي تبقى حلوة قوي مكان الحاجات اللي هي الهاي اند أو الحاجات اللي هي غالية. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناة يدوس على زر الاشتراك اللي تحت أو يعمل سبسكرايب، فعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو ننزله يجيلكوا على طول. اول حاجه هتكلم عنها الاقلمه الكحل بتاعت اللي هي روز بيري. عايزه اقول لكم حلوين جدا. انا معايا يعني كذا واحد، يعني مش كذا لون. انا معايا يعتبر الالوان كلها يعتبر، يعني انا جبت دول بس عشان قلت نصور يعني بدل ما نجيب المجموعه الكامله. عايزه اقول لكم ان هما حلوين جدا جدا جدا. ثبات، نعومه، مش بيحسس، مش بيدمع، ثابت معاكي اليوم كله طول فتره الخروجه اللي انتي او بره البيت، الخروجه اللي هي بتاعت بره البيت. وكمان معاكي لونه حلو، لونه قوي، يعني من اول مره كده القلم بتحس ان هو طلع لون، مش بتحتاجي تعيدي وتزيدي على القلم. يعني بصوا مثلا اهو مثلا زي ده كده، بصوا شايفين من مره واحده كده، من مره واحده اللون بيعمل. فانتوا مش بتحتاجوا ان انتوا كل شويه يمين شمال يمين شمال، لا خالص. فعايزه اقول لكم حلو جدا، مش بيدمع العين، مش بيحسس العين، مش بيلتهب العين، او يعني معنى اصح مش بيخليكي تحسي كأن في حاجه كده زي التراب او حاجه تحسي فيه عينيكي مش مرتاحه. لا، ما بيعملش كده خالص. وكمان في نفس الوقت سعره حلو جدا جدا جدا. هو سعره تحت ال100، بس خلي بالكو انا جايباه تحت ال100، جايباه بحوالي 80 جنيه الواحد. خلي بالكم في ناس بتبيعوا باغلى من 200، ومعرفش ليه الناس بتبيعوا اغلى من 200. بس خلي بالكم هي كلها مفيش منها اللي هي الحكايه اللي هي التقليد والاصل بتاعه، لا هو كله واحد. بس انتوا يعني يا ريت تدوروا على المكان اللي هو الارخص، لان ناس كتيره بتبيعه باسعار مختلفه. في ناس بتبيعه ب110، في ناس بتبيعه ب100، في ناس بتبيعه ب80، في ناس بتبيعه ب70، في ناس بتبيعه ب200، في ناس بتبيعه ب220، 230 وهكذا. بس هو انا جبته كان من واحدة كان عندها الواحد كان ب100، ولو اخدتي اكتر من 2 بيتحسب لك الواحد ب80. فانا كان بالنسبة لي السعر كان كويس، فعشان كده جبت كذا لون الصراحة. يعني جبت الوانات كلها اعتقد، متهيالي فعايزه اقول لكم حلوين قوي قوي قوي، ناعمين جدا جدا. بصوا ناعمين ازاي، مش بتحتاجوا ان انتوا تعيدوا وتزيدوا عليه. فنصيحه مني، هاتوه العيون الحساسه هتحبوا جدا، وفي نفس الوقت فيه كل الالوانات اللي انتي محتاجاها. هندخل بقى على الحاجه التانية اللي هي الروز بيري برضو، اللي هي الاقلام دي اللي هي بتاعه الليبستيك، لا مش ليبستيك، اللي هي ليب جلاس، معموله زي اللي هي زي بتاعه شي جلام، اللي هو ده نفس القلم بتاعهم. هوريكم كده حتى نفس الدرجات، دي درجه 3 ودي درجه 4. بصوا هنفتح مع بعض ونعمل اسبوتشات بعد ما نفتح. بصوا القلم ده قلم اللي هو روز بيري زي ما انتوا شايفين، وده قلم بتاع شي جلام، يعني يعتبر زيه بالظبط. يعني يعتبر واخدين نفس الديزاين بتاعه، بس اختلاف طبعا ان دي شي جلام ودي روز بيري. نفس فكرة اللي هو بتاع شي جلام، اللي هو تعملي كده نفس الفكرة بتاعته، ونعمل اللون مع بعض. بصوا حلوين قوي قوي قوي، تحسوا كده ان هو ليب جلاس حلو قوي. دي درجة كانت 4. طبعا في منه درجات تانية كتير، بس انا اخدت الصراحة اللي هو درجة 3 و4، ما اخدتش غيرهم الصراحة. دي درجة 3 اللي هي دي. بصوا حلوين قوي، ريحتهم حلوة. اول مرة اخد بالي من الريحة بتاعتهم، ريحتهم حلوة وحلوين كده. تحسوا ان هو في نفس الوقت بيرطب معاكي، وفي نفس الوقت بيدي الشكل بتاع الشفايف، بيديه شكله حلو الصراحة. فهو عجبني جدا الفكرة بتاعته، وكمان رخيص. كنت جايباه متهيألي كانت
كان بحوالي 120 اعتقد. هو برضو بتاع شيك لام، في ناس بتبيعه دلوقتي اغلى من 300، بس انا كنت جايباه بتاع شيك لام، كنت جايباه اعتقد 260، مش فاكره بقى، مش فاكره كان كده ولا لا. هو بالنسبه ده طبعا ده الضعف اللي هو بتاع الروز بيري. فالناس اللي هي ما عندهاش امكانيه تشتري بتاع شيك لام، هاتوا اللي هو بتاع روز بيري. هو نفس الافكت بتاعك، بس ده الفرق، ده غالي وده رخيص، وده اللي هو شيك لام لكن ده روز بيري. بس انا اعتقد ان هو روز بيري بقت حاجه دلوقتي حلوه قوي، فبتحاول تقلد حاجات من الحاجات اللي هي الهاي اند، او الحاجات اللي هي تبع الشيك لام وكده. فهي بتحاول زي مثلا ده، انا مش عارفه ماركه ايه، بس هي مكتوب عليها هيفي ده بيقلد بالظبط بتاع بيكسي. انا طبعا ما جبتش بيكسي عشان محدش يقول لي اعمل لنا فرق بينه وبين بيكسي، ما جبتش بيكسي خالص، مش عارفه ليه، ايه اللي خلاني ما جبتوش، ما اعرفش. بس ده عجبني فكرة بتاعت نفس فكرة بتاعت بيكسي، حتى نفس الديزاين بتاعه، هو كده لون اخضر من تحت، واللون ده لون البلاشر بتاعهم. بيجي كده في غطف من فوق، بس انا شلته طبعا. بيتلف برضو زي بتاع بيكسي، نفس الكلام بيتلف وكل حاجة. بس عايزة اقول لكم حلو قوي قوي قوي، ثابت معاكي اليوم كله، بتاخدي منه حبة بسيطة جدا. وبعدين عشان خاطر يعني بصوا شايفين اللون بتاعه قوي. فاحنا طبعا مش بنحط الكمية دي على الخد، انا بحط مثلا كده بطبطب، يعني الحركة دي بوزع بالبراش بتاعتي عشان خاطر ما يدينيش اللي هو اللون اللي هو اللي انا مش عايزاه. يعني عايزة كل ما يبقى البلاشر بتاعك خفيف كل ما يبقى حلو، فاهمني؟ دي الدرجة دي للأسف هي جاتني بايظة للأسف، وانا حاولت اصلحها على قد ما قدرت. بصوا هوريها لكم هي جاتني بايظة ازاي. بصوا شايفين، معرفش ليه، مع ان التانية كانت كويسة وكل حاجة، للأسف الدرجة دي اللي انا بحبها فهي للأسف جاتني كده. فبصوا الدرجة بتاعتها خطيرة خطيرة خطيرة. في كمان درجة تالتة اللي هي برضو نفس درجة اللي هي بلاشر بتاع بيكسي، بس انا ما حبيتهاش قوي، حسيت ان هي هتبقى مش عارفه، مع انها هي بتليق على البشرات اللي هي الفاتحه، كانت ممكن تليق عليا، بس انا ما حبيتهاش الصراحه. حبيت الدرجتين دول اكتر، بحب قوي درجه البلاشر دي، وبحب كمان درجه الاورنج دي، بحس ان هي كده حاجه كده مطرقعه كده، فمش عايزه اي حاجه، يعني عايزه حد كده يكون واثق من نفسه. بحس ان هو كده، يعني مش اي حد بيحب درجه الاورنج في البلاشرات. فعايزه اقول لكم ان هو فيديو حلو بسيط جدا جدا. هي الكاميرا ملوحه يا جماعه، عايزه اقول لكم الستاند بتاعي بايظ، ف يعني كده بصوا شايفين اما اعمل كده الكاميرا بتقع او الموبايل بيقع، فهضطر امسك الموبايل علشان خاطر ما اخلص. فهو طبعا ده انا بالنسبه لي كان حلو، كل الحاجه عجبتني الصراحه واستفدت منها جدا. فهاتوا يعني هاتوا الحاجات دي. هحاول اسيب لكم لينك الجروب اللي انا جبت منه، او لينك لينك الجروب اللي انا جبت منه اللي هو الروز بيري والبلاشر ده. اعتقد اللي هو الروز بيري الكحل ده موجود في كل الجروبات دلوقتي، مفيش حد مش عنده اللي هو الكحل. بس انتوا هاتوا حاولوا تدوروا على سعر يكون رخيص او مش رخيص يعني كده. السيرة نفسها بتبيعه بسعر اقل، لان هو في ناس بتبيعه فوق ال200، فحرام ان احنا نجيب حاجه جايباها ب80 او تتباع ب70 80 جنيه وفي الاخر اجيبها ب200 وحاجه، حرام يعني. فانتوا حاولوا كده دوروا على حد كده يكون كويس كده وهاتوا منه. بس كده ده فيديو النهارده، واستودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.